عربية جديدة هتطرح الشهر ده في مصر. كنا جربنا منها النسخة ال 2000 تربو من سنة في الإمارات، هافال اتش 7. العربية دي هتبهرك وخصوصا بسبب سعرها. أنا أول حاجة شدتني العربية دي العضلات بتاعتها، في قوة غير عادية. زي بقى إن الفوانيس اللي ورا دي شبه فوانيس الجاكور الخلفية. العربية فور ويل درايف، بص الجناب تنفيخ الرفارف زي العضل بالظبط. 2000 تربو، 385 نيوتن متر، 234 حصان متوصلين بفتيس، 9 نقلات اوتوماتيك عادي. يعني متعة في السواقة ملهاش حل. جنطة 19 تو تون، وظهور المسامير بيعبر عن القوة. شنطة كهرباء كبيرة جدا، وبعد ما تنيم الكراسي هتبقى أكبر، وبعد ما تشيل شنطتك بتقفل بالرجل. داخلية فخمة جدا وعاجبني قوي. المقبض بتاع الباب ده، ملمس القماش بتاع الكاب هولدر روعة. التصميم بتاع التابلو بيكمل مع الباب بشاشة كيرف، بشاشة تانية كبيرة جدا. تطعيمات الكربون فايبر اللي موجودة في العربية بالكامل. تقفيل الجلد بتاع العربية جلد ألماني. مخارج يو اس بي والولاعة، وده شاحن وايرلس. شكل عصاية الفتيس مختلف تماما عن العربيات التانية. الماوس اللي بيتحكم بيه في المود بتاع القيادة. وبعد كده الكونسول. العربية خاماتها ممتازة. بادل شيفتر، وانت كده معاك 9 سرعات، ممتعة جدا. القعدة ورا مريحة جدا، والكرسيين اللي قدام كهرباء بالكامل. عجبتني انا في السياره حق السكند سيتر، يعني اللي قاعد على اليمين دوم اغراض وايد تكون فيه، ده عنده مكان هنيك. وترافيك ساينز اللي هي تقرا لك سرعات الشارع، الرادارات اللي فيها تقرا الساينز اللي في الشارع، تقول لك ان هالشارع حاليا اللي نحن فيه سرعته 80. اكتر الحاجات اللي بتشدني في العربيات هي العزل. بص كده الصوت طالع. قولوا لي ايه رايكم، حبيت ولا لا؟ انا عن نفسي مناسبه.